السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى ثانوي، عايزك تركز معايا وتفهم نظام الشرح اللي هنشرح بيه النهاردة. بص يا سيدي، احنا هنشرح من التاب. طب ايه المصادر اللي هشرح منها؟ عندك يا سيدي كتاب الامتحان بتاع السنة دي، هتلاقي موجود PDF محطوط في الوصف. وعندك هشرح من خريطة ذهنية بسيطة عاملها لك كده هوت فيها العناوين الرئيسية، هعملها لك برضو PDF وهحطها لك برضو في الوصف. وبعد ما نخلص الشرح خالص هتلاقي فيه برضو ايه، كلام انيميشن رايح وكلام جاي، هلخص لك كل درس العناوين الرئيسيه بتاعته في ورقه واحده تقدر تاخدها سكرين شوت. انا طالب منك ايه؟ والله اللي انا طالبه منك يكون كتاب الامتحان قدامك، اما على التاب او اما ورقي يعني قدامك، او المذكره اللي انت بتذاكر منها. المهم يكون الحاجه الاساسيه اللي انت بتذاكر منها، ما تكتبش في ورقه خارجيه، لان لو كتبت في ورقه خارجيه مش هتبص لها تاني وهتنساها وهتضيع منك، مش هتلاقيها، فملهاش اي 30 لازمه. فالاحسن انك تشوف الحاجه الاساسيه اللي بتذاكر منها وتكتب فيها. تاني حاجه طالبها منك انك تقعد تركز، مش طالب حاجه منك غير التركيز. ركز وبس. ومعاك الكتاب قدامك، هقول لك حاجات تحفظها وفي حاجات هتزودها. الحاجات اللي هتحفظها زي مثلا الارقام، زي مثلا الكثافه السكانيه في محافظات مصر. المحافظه ديت عاليه في الكثافه، المحافظه دي متوسطه، المحافظه دي منخفضه. الحاجات دي بس اللي عايزه حفظ هي اللي اقول لك تحفظها. فدلوقتي اللي انا بسجله لك ده انا بعد ما شرحت وخلصت كل حاجه. فان شاء الله بعد ما تسمع او تسمعي المحاضرة ديت او الفيديو دوت عموما، هتخش تحل في اي حاجة ان شاء الله، مفيش اي حاجة هتقف معاك. تالت حاجة طالبها منك كوباية مية قدامك، كوباية مية. وعايز تقسم الدرس قسمه، مش عايز براحتك. هو يعني ساعة وتلت تقريبا هيكون في الرينج دوت بعد المونتاج والكلام ده كله. طبعا انا قعدت منتج فيه، يعني قعدت وقت كبير جدا بحضر في الفيديو ده الحمد لله. فالمهم يكون قدامك كوباية مية مش كوباية شاي بس كده، مش عايز منك حاجة تاني. ويلا بينا نبدأ ونتوكل على الله ونقوله بسم الله. طيب بسم الله كده نبدأ بالدرس الأول. الدرس الأول عندي بيتكلم بعنوان نمو وتركيب سكان مصر. أول حاجة بص، احنا عايزين نفهم كلمة كلمة. يعني إيه نمو وتركيب السكان في مصر؟ بص يا سيدي، عندك كلمة نمو. يعني إيه نمو؟ يعني ازدياد. كلمة تركيب السكاني، يا إيه تركيب السكان دي؟ يعني السكان بيتركبوا من إيه؟ يعني هنقسم السكان لكام فئة. قال لك والله في المنهج هنا اهوت انت واخد ان التركيب السكان عندك 3 انواع. في تركيب نوعي تمام، وفي تركيب عمري، وفي تركيب اقتصادي. الكلام ده كله ان شاء الله هندرسه دلوقتي بالتفصيل. يلا بينا نخش في كتاب الامتحان ونشوف بيقول ايه. اول حاجه بيقول لي ان مصر غنيه بسكانها. يعني ايه مصر غنيه بسكانها؟ بص يا سيدي، السكان هم اهم عنصر عشان تطور او اي دولة تزدهر عموما. يبقى اهم عنصر فيها وهو السكان. عندك مثلا الصين اهيت، هل هي بس عدد السكان المهول اللي فيها ده هل هي دولة نامية؟ لا بالعكس، هي دولة متطورة جدا، من اهم الدول عندنا ومزدهرة اقتصاديا وكل حاجة عندها مزدهرة. يبقى السكان هما اهم عنصر عندي في اي دولة، هو السكان. انت دلوقتي بتقولي ان السكان هم اهم حاجة عندي، فانا لازم يكون عندي ايه؟ يكون عندي بيانات دقيقة عن السكان دول. تعالوا نخش في تاني حاجة بقى، او اول حاجة عندنا، وهي مصادر البيانات السكانية. يلا بينا بقى نعرف ايه هي المصادر اللي انا هجيب منها بيانات دقيقة عن السكان. قال لي بص يا سيدي، عندك التعدادات السكانية، وعندك الإحصاءات الحيوية. يعني إيه ده ويعني إيه ده، وأنه الأدق وأنه الأحسن؟ تعال نعرف ده كله مع بعضينا. أول حاجة نمسك أول حاجة كده التعداد السكاني. التعداد السكاني هو عملية جمع وحصر شامل للمعلومات. تاني، عملية جمع وحصر شامل للمعلومات المرتبطة بالسكان. المرتبطة بمين؟ بالسكان. يبقى أنا بعمل عملية جمع وحصر شامل عن طريق إيه؟ عن طريق والله إنك بتروح بتسأل المنطقة ديت. يعني مثلا البيت دوت انتوا عايشين فيه كام واحد؟ يقول لك احنا عايشين مثلا 3 4 وهكذا. يبقى انا بعمل عملية جمع وحصر شامل للمعلومات المرتبطة بالسكان. من حيث المعلومات دي، من حيث ايه اللي انا بجيبها ديت؟ قال لي والله من حيث اول حاجة عددهم. من حيث العدد، الاعداد قد ايه؟ المعلومات دي يعني بتدرس لي العدد. تاني حاجة بدرس توزيعهم. يعني ايه توزيعهم؟ يعني انت عندك مش كل الاماكن هتلاقيها زي بعض. في اماكن فيها سكان كتير، وفي اماكن ما فيهاش سكان، وفي اماكن يعني متوسطة السكان. كل محافظة بتختلف عن المحافظة اللي بعديها. قال لي وبدرسهم كمان من حيث تركيبهم.
يعني ايه من حيث تركيبهم؟ يعني اللي لسه قايلينه دلوقتي، اللي هو تركيب نوعي ذكر او انثى، او تركيب عمري يعني فئة صغر السن او الشباب او الشيخوخة. ثالث نوع اللي هو الانشطة الاقتصادية، التركيب من حيث النشاط الاقتصادي، وهنا بيدرس النشاط الاقتصادي او الحالة التعليمية. يبقى انا بجمع وبحصر شامل، بعمل حصر شامل للبيانات او المعلومات المرتبطة بالسكان من حيث ايه؟ من حيث العدد اهو، ومن حيث التوزيع، ومن حيث التركيب، ومن حيث خصائصهم. ركز معايا هنا بقى عشان الحته دي مهمه جدا. بص بقى يا سيدي، انا عايزك هنا تركز معايا والحته دي تكتبها عشان الحته دي تركية امتحان. احنا دلوقتي قلنا بندرس خصائصهم الاجتماعيه اهي، اجتماعيه، وخصائصهم الاقتصاديه. تمام تمام. يجي يقول لك مثلا ايه هي الخصائص الاجتماعيه، يحط لك واحده من ضمن الخصائص الاجتماعيه انت ما تعرفهاش. بص يا سيدي، الخصائص الاجتماعيه يعني ايه الاول؟ خصائص، خصائص يعني سمات. يعني اما اجي مثلا اسال حد ايه اللي بيميزك او ايه سماتك، يعني مثلا اجي اسال طالب اقول له ايه هي الخصائص بتاعتك، اعرفك ازاي؟ فهيقول لي انا طالب غبي، فكده انا عرفت هو بيتميز بايه. طيب نخش بعد كده هوت، يعني ايه خصائص اجتماعيه؟ الخصائص الاجتماعيه يجي يكلمك عن الهويه الاجتماعيه، الهويه بتاعتك، كل حاجه عنك يعني زي البطاقه. يجي يكلمك عن الطبقات الاجتماعيه. يعني ايه الطبقات الاجتماعيه؟ يعني مثلا لما تروح تتقدم لبنت وتقول لك، تيجي والدتها تتنك عليك وترفع مناخيرها وتقول لك يا ابني انت مش قد المقام، يا ابني انت مش من مستوانا، وتقعد تتنك من هنا للصبح وهي يعني مش عايزين نتكلم. فالمهم يبقى اول حاجه عندي الهويه الاجتماعيه، تاني حاجه الطبقات الاجتماعيه، الحاجات دي تكتبها عندك عشان مهمه. تالت حاجة عندي العلاقات الاجتماعية. يعني ايه العلاقات الاجتماعية؟ يعني العلاقات العامة اللي انت بتعملها. رابع حاجة عندي وهي القيم والمعتقدات. تمام. خامس حاجة عندي وهي التنظيمات الاجتماعية زي المؤسسات والحاجات ديت، المؤسسات الحكومية. واخر حاجة عندي وهي التغير الاجتماعي، المجتمعات بتتغير وهكذا. طيب يعني ايه بقى اقتصادية؟ بص يا سيدي، اقتصادية، خصائص الاقتصادية يجي يكلمك عن الدخل، يكلمك عن الثروة، يكلمك عن الانتاج، عن الانتاجية، عن التوزيع الدخلي، عن التضخم والبطالة، الكلام عن السياسات الاقتصادية، الكلام ده كله. يعني ايه السياسات الاقتصادية؟ السياسات الاقتصادية اللي هي بتتعلق بالقرارات والسياسات الايه، الحاجات الحكومية عشان يحقق الاهداف الاقتصادية زي النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي والتوزيع العادل ايه للثروة. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الخصائص الاجتماعية والخصائص الايه الاقتصادية. يعني ايه دي ويعني ايه دي، عشان لما يجيب لك حاجة في الامتحان تكون عارف دي تبع مين بالظبط. طيب دلوقتي احنا عرفنا ان التعداد السكاني جمع وحصر شامل للمعلومات المرتبطة بالسكان من حيث العدد والتوزيع والتركيب والخصائص الاجتماعية والاقتصادية اللي لسه قايلينها دلوقتي. قال لك بيكون الكلام ده عشوائي؟ قال لك لا، في منطقة معينة وفي فترة زمنية محددة. يعني انت مثلا عايزين ندرس محافظة الاسكندرية، فاحنا بنجيب محافظة بعينها كده اهوت وبندرس الحاجات اللي فيها، بندرس البيانات، بنجمع البيانات اللي فيها كلها. بيكون في منطقة معينة وفي فترة زمنية كده ايه متحددة، يعني مش في فترة زمنية عشوائية وخلاص. تمام تمام. يبقى شروط، اهم حاجة عندي يكون في منطقة معينة، بحدد منطقة بعينها وفي فترة زمنية ايه محددة. نخش في تاني حاجة عندنا وهي الاحصاءات الحيوية. الإحصاءات الحيوية عندي هي عملية تسجيل المواليد والوفيات وعمليات الزواج وعمليات الايه الطلاق. تمام. يبقى أنا بسجل الحاجات دي، فهنا هوت أنا بسجلها في مصادر حكومية. طيب جميل جدا. التعداد السكاني، هنا في التعداد نرجع تاني للتعداد السكاني. مصر من أول الدول اللي عملت تعداد سكاني. كان سنة أول تعداد سكاني مصر عملته كان في 1882. والجهاز اللي بيقوم بعملية التعداد السكاني اللي هو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ودوت هيئة حكومية مسؤولة عن جمع البيانات والمعلومات الإحصائية وبيحللها وبعد كده بينشرها. يبقى مصر من أول الدول العربية والإفريقية اللي عملت تعداد سكاني. الإحصاءات الحيوية، كان عملت الإحصاءات الحيوية في مصر كان سنة 1901، سنة 1900 وكام وواحد. الأرقام دي تحفظها، مهمة جدا. دلوقتي احنا اتكلمنا عن التعدادات السكانية والإحصاءات الحيوية. يا ترى مين فيهم الأشمل، مين فيهم الأدق؟ والله انت قلت لي ان التعداد السكاني انت بتسأل الناس، فده حاجة مش دقيقة خالص. اللي هو ازاي يعني؟ انت بتخش مثلا يبقى عنده 15 عيل جوه وتقول له انت كام يا حاج، يقول لك احنا 3. اللي هو ايه؟ فانت مفيش
مفيش معلومات دقيقة هنا هوت. لكن في الإحصاءات الحيوية فأنت بتسجل الكلام اللي أنت الكلام ده كله اللي أنت بتجيبه من مصادر حكومية، الحالة المدنية، من المستشفيات، من الكلام ده كله، المصادر الحكومية. فبتكون الإحصاءات الحيوية هي أكثر دقة أقدر أجيب منها بيانات موثوقة. اخر سؤال هنا عندي بيقول لي هل البيانات دي اللي انا جبتها وطلع عيني فيها وزوري يعني جاب اخره، هل البيانات دي يا ترى بتساعدنا ولا ملهاش اي 30 لازمه؟ واكيد بتساعدنا. طب ما تيجي نشوف بتساعدنا في ايه، يلا بينا. قال لك والله ان البيانات دي بتساعدني في تحديد الاحتياجات السكانيه من الخدمات المختلفه التعليميه والصحيه. ازاي؟ قال لي والله انت عرفت عدد السكان وعرفت كل حاجه عنهم، فانت تقدر تعرف الاحتياجات اللي هم عايزينها. هم مثلا عددهم كبير، مثلا المدارس قليله، المستشفيات قليله، فانت عايز تبني حاجات كتير عشان تسد الحاجه السكانيه وتسد الخدمات ديت، عشان ما يكونش عندك عجز او نقص او امراض او اوبئه، الكلام ده مش ما ينتشرش، وتقدر تسد احتياجات السكان. تاني حاجه عندي وهي معرفه قدرات المجتمع في الحاضر والمستقبل. ازاي؟ قال لي والله انت عرفت العدد بتاعهم، عارف قدرات المجتمع بتاعك في الحاضر والمستقبل، اللي هو انت عارف قدراتك وعارف كل حاجه عندك وعرفت عدد السكان، فانت تقدر توفر الحاجه اللي هم عايزينها واللي هيعزوها بعد كده هوت واللي هيحتاجوها عشان ما يحصلش عندك اي مشكله سكانيه. ثالث حاجه عندي وهي اختيار الخطط التنمويه المناسبه. يعني مثلا بعد كام سنه هيكون السكان دول زادوا بمعدل قد كده، فهم هيكونوا محتاجين منشآت، يعني عايزين وحدات سكانيه، هيكون محتاجين مصانع اكتر، هيكون عايزين مدارس اكتر، وهكذا. بيبقى البيانات السكانيه دي ساعدتنا. نقولهم تاني: اول حاجه تحديد الاحتياجات السكانيه من الخدمات المختلفه تعليميه وصحيه. تاني حاجه معرفه قدرات المجتمع في الحاضر والمستقبل. تالت حاجه اختيار الخطط التنمويه المناسبه. نخش بعد كده في النمو السكاني، يلا بينا. بص يا سيدي، دلوقتي احنا هنتكلم عن النمو السكاني. تعال ناخد شويه بيانات على السريع. اول تعداد سكاني قلنا مصر عملته كان امتى؟ 1882. طب واخر تعداد كان امتى؟ في 2017. طيب يتم التعداد السكاني في مصر كل كام سنه؟ كل 10 سنين. تركز في الحته دي مهمه جدا، ده سؤال امتحان، كل 10 سنين. بعد كده هنا بيقول لي ازاي نحسب معدل النمو السكاني السنوي. يعني ايه اصلا المعدل النمو السكاني السنوي؟ يعني السكان بيزيدوا كل سنه بنسبه قد ايه. طيب عشان تكون عارف الدنيا بعد كده اللي هيحصل فيها، تمام؟ انت محتاج قد ايه، انت عايز تعمل خدمات ايه، تعمل الخطط التنمويه اللي احنا قلنا عليها، تعرف قدرات المجتمع في الحاضر والمستقبل، تكون عارف الكلام ده كله. طيب تعالى نعرف القانون عندي هنا بيقول لي ايه. قال لي والله انت بتجيب عدد السكان في التعداد الاحدث ناقص عددهم في التعداد الاقدم على عدد السكان في التعداد الاقدم. يعني الرقم اللي فوق على الشمال هنا بتحطه تحت على الشمال هنا، وبتضرب الرقم في 100، تمام؟ والناتج اللي بيطلع لك بتقسمه على الفرق الزمني بين التعدادين. يعني ايه مثلا الفرق الزمني؟ يعني قال لك 2017 و2015 اهو، يعني الفرق بينهم كام سنه؟ سنتين. فهتيجي حاطط السنتين دول ايه تحت هنا اهو، تمام تمام. طيب ما تيجي نشوف مساله. هنا بيقول لي ان في 2017 كان عدد السكان 94.8 مليون نسمه. ما تيجي نكتب الكلام ده. ادي في 2017 نكتب 94.8 مليون نسمه. طب ما تيجي نشوف 2015. قال لي في 2015 كانوا 90 مليون نسمه. ادي 90 مليون نسمه. ما تيجي بقى نحل، يلا بينا. التعداد الاحدث اللي هو 2017 عدد السكان كام؟ 94.8. خلاص حطه فوق اهو، 94.8. طيب عددهم في التعداد الاقدم كام؟ اللي هو 2015. قال لي كانوا 90. ادي 90، والرقم اللي فوق على الشمال بتنزله هو تحت، وبتضرب الناتج في كام؟ في 100. قال لك والله الناتج هيطلع ب5.3. هناخد الناتج دوت ونحطوه هنا اهو، 5.3. وهنا تحت قلنا 2 الفرق الزمني اللي هو 2017 ناقص 2015. هنقسمه كده اهو، هنشوف هيطلع لنا بكام. هيطلع لنا ب2.6 مليون نسمة. تمام تمام. يبقى المعدل النمو السكاني بيزيد بنسبة 2.6 مليون نسمة. نخش بعد كده في أسباب زيادة عدد السكان اللي هو النمو السكاني في مصر. تعالى كده نشوف يا ترى ليه السكان بيزيدوا. قال لي بص يا سيدي، انت عندك نوعين من الزيادة.
عندك نوعين من الاسباب، في زياده طبيعيه وفي زياده غير طبيعيه. الزياده الطبيعيه هي بالنسبه لمعدل المواليد ومعدل الوفيات. طب الغير طبيعيه، غير طبيعيه يعني هجره. بمعنى تعال اقول لك، زي ما انت شايف بيقول لي ان بيتمثل في زياده طبيعيه وغير طبيعيه. الزياده الطبيعيه يعني زياده عدد السكان نتيجه لارتفاع معدل المواليد، المواليد بيزيد، والانخفاض معدل الوفيات. طيب يعني معدل الزياده الطبيعيه اجيبه ازاي؟ قال لك والله سهل جدا، بتقول ان معدل المواليد ناقص معدل الوفيات وخلصت. معدلات المواليد بقى يعني ايه؟ قال لي والله انت بتحسب عدد المواليد الاحياء في العام مقسوم على عدد السكان في منتصف العام وبتضرب في 1000. بمعنى تعال اقول لك، زي ما انت شايف القانون بيقول لي عدد المواليد الاحياء، وتخلي بالك من التركايه ديت ان هنا عدد المواليد الاحياء عشان في مواليد بيتولدوا لا قدر الله بيكونوا متوفيين، فيكون يجيب لك مساله هنا هوت يقول لك حصل مثلا عدد مواليد كان قد كده في سنه كذا وتوفى قد كده، فاحسب لي معدل المواليد. تيجي تحسبه تحسب الكل؟ لا، تحسب الاحياء فقط ما تحسبش الكل. وتخلي بالك من حته مهمه هنا، احنا بنحسب عدد السكان في منتصف العام، خلي بالك منتصف العام، وبنضرب في 1000. تخلي بالك من النقطه دي كويس جدا، بنضرب في 1000 في 1000 في 1000 في 1000 في 1000 في 1000 في 1000. تمام، يبقى بنضرب في 1000 اهو في 1000. تمام، وهنا برضو في 1000 برضو. تمام. طب معدل الوفيات بيتحسب ازاي؟ قال لي عدد الوفيات في العام. ما تجيش تقول لي عدد الوفيات الاحياء، دي وفيات يعني اموات، فيبقى عدد الوفيات في العام على عدد السكان برضو في منتصف العام. تمام، جميل جدا. فهنا بقى بيقول لي ان معدلات المواليد مرتفعه بشكل عام في مصر، حيث وصلت عام 2012 ل 30.4 في الألف، وهو معدل مرتفع على المستوى العالمي. طب ليه يا عم؟ قال لك والله بص، ليه معدلات المواليد مرتفعة بالشكل ده في مصر؟ قال لك بص، هم عندنا هنا في اسباب. ايه الاسباب دي؟ قال لك والله بيجوزوا الاطفال تحت ال 18 سنة. طب وايه اللي يحصل لما يجوزوا اطفال تحت ال 18 سنة؟ معاهم فترة عمرية كبيرة، فالبت فاضية وما وراهاش اي حاجة ومتجوزة بدري، فتقعد كل سنة تخلف 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 تخلف، ما وراهاش حاجة. تاني حاجة عندي البطالة خاصة بين النساء. يعني ايه البطاله خاصه بين النساء؟ يعني الست قاعده برضو ما وراهاش اي حاجه، فتقعد تخلف تخلف تخلف. لكن لو عندها شغل فهتفكر انا لو جبت عيل تاني هيقرفني، مش هعرف اروح الشغل، عايز بامبرز وعايز يتزفت على دماغه، فانا مش فاضياله، فهتسيبها. وكمان الوعي عندها هيزيد. فالبطاله خاصه بين النساء ديت يعني الفراغ، فقاعده زي الارنبه كل شويه عيل عيل عيل. حاجه عندي ارتفاع نسبه الاميه. يعني ايه ارتفاع نسبه الاميه؟ ارتفاع نسبه الاميه يعني مفيش عقول، يعني العقول بايظه، فهم همهم ربنا يزيد ويبارك، خلفي يا بنتي. فالاميه بتسبب زياده معدل المواليد. لكن لو ناس بقى متعلمين، لا، هتلاقي عندهم فكر ووعي، هتلاقي عندهم بيجيبوا 2 أو 3 عيال كحد اقصى. لكن اللي عندهم اميه زي مثلا في المناطق الريف والزراعه الحتت ديت، هتلاقي عيال كتير قوي هم ممكن يتلخبطوا في اساميهم اصلا. طيب رابع حاجه قال لي ارتفاع نسبه الفقر اللي بيدفع الاسره لانجاب عدد كبير من الاطفال عشان يساعدوهم اقتصاديا. بمعنى بص يا سيدي، هنا هوت الناس الفقيره هم ما فيش فلوس، فعايزين يجيبوا عيال. ليه؟ هل عشان يكبروا ويدوهم المدرسه؟ لا، اول ما يوصل 6 7 سنين يلا يا ابني تعالى اشتغل معايا في الزراعه بقى، في اي حته، في حرفه، في اي حاجه، المهم انه يساعده ويدخله دخل اقتصادي كويس. وهنا ازاي اقضي على المشكله ديت بالذات؟ تقدر تقضي عليها لو فعلت قانون حمايه الطفل. ايه قانون حمايه الطفل ده؟ هو اطار قانوني بيهدف لحمايه حقوق الاطفال وبيضمن لهم سلامتهم ورعايتهم. وهنا هو يقدر مثلا، عندنا مشكله كبيره في الموضوع دوت، ان تلاقي البرامج القنوات الاسريه كله يجيب لك يصور لك المدام وهي حامل وهي رايحه تولد بعد ما جابوا العيل في اللفه، ويقعدوا يعذبوا ويطلعوا في عين اهله، ويقعدوا يصوروا عشان ان انت تشوفهم ويخوفوا العيل. وكل القنوات الاسريه تقريبا كده، يقول لك يوميات مع بوجي وطمطم، يوميات معرفش مين، يوميات مين، زفت على دماغك، وانت عيل اهطل اصلا وانت استاذه هطله، فتقعدوا تتفرجوا والباقه تضيع ووقتكم يضيع وما تذاكروش وتروحوا في داهيه في الاخر. يبقى كده احنا اتكلمنا عن المواليد وايه الاسباب اللي بتزود المواليد، وهو الجواز تحت 18، البطاله خاصه بين النساء، الاميه، زياده نسبه الاميه،
الفقر اللي بيسبب او اللي بيخلي الاسره ان يدفع الاسره لانها تنجب عدد كبير من الاطفال عشان يساعدوهم اقتصاديا. نخش في تاني حاجه عندنا وهي الوفيات. هنا الوفيات نفس النظام، قال لي عدد الوفيات في العام مقسوم على عدد السكان في منتصف العام في 1000 اللي لسه قايلينه. بيقول لي ارتفعت معدلات الوفيات في النص الاول من القرن العشرين. بص حماده، يقول لك القرن العشرين يبقى 1900. طب لو قال لك 1900 يبقى القرن العشرين. يعني مثلا احنا كنا بنقول اول تعداد سكاني كان في 1882، تمام؟ 1882 يعني القرن الكام؟ هتاخد الرقمين دول وتزود عليهم واحد، يعني القرن ال 19. تمام. فهنا بيقول ارتفعت معدلات الوفيات في النص الاول من القرن العشرين حيث بلغت 27.8 في الالف. الرقم ده تحفظه زي اسمك. بيقول لي كمان عام 1952 الكلام دوت. وبيقول لي انخفضت معدلات الوفيات بشكل سريع. معدلات الوفيات قلت بسرعه كبيره لتصل ل 6.1 من في الالف عام 2012، وهو معدل منخفض على المستوى العالمي. طب ليه انخفضت معدلات الوفيات؟ قال لك والله انخفضت معدلات الوفيات عشان في اهتمام بالرعايه الصحيه. طيب هنا السؤال اللي تحت ده بيقول لي ايه هي العوامل اللي بتؤدي لانخفاض معدل النمو السكاني؟ دلوقتي معدل النمو السكاني اللي عمال يرتفع دوت وطلع في السماء، انا اقدر اقلله ازاي؟ قال لي تعالى اقول لك. عوامل اللي بتؤدي ل انخفاض في معدل النمو السكاني: الركود الاقتصادي والحروب. يعني ايه؟ يعني لا في فلوس وفي حروب، فاللي هو ايه؟ اللي هو ما فيش استقرار، ما في اللي هو كل واحد دماغه مش فيه اصلا، ما فيش عدم استقرار خالص، فالواحد مش فاضي، الواحد ما بيفكرش في الانجاب والكلام ده خالص. تاني حاجه عندي الاضطرابات السياسيه، وهو نفس الموضوع برضو، عندك اضطرابات سياسيه فما فيش استقرار. لكن اللي لما بيبقى في استقرار بقى كده والدنيا جميله، ده بيؤدي لزياده معدل النمو السكاني. تالت حاجة عندي وهي ارتفاع مستوى التعليم. ازاي ده يؤدي لانخفاض معدل النمو السكاني؟ لسه قايلين دلوقتي ان لو في تعليم، الأمية قلنا بتزود معدل النمو السكاني، لكن التعليم لما تكون متعلم هيكون عندك وعي، فبالتالي النمو السكاني هيقل. رابع حاجة عندي وهي دخول المرأة في مجالات العمل. لما المرأة تخش في مجالات العمل وتشتغل، وهنا اكتر يعني بتشتغل المرأة هنا مثلا في المحافظات اللي هي الأساسية او المحافظات زي مثلا اسكندرية والقاهرة، لكن المحافظات اللي هي في جنوب الوادي، السوهاج، المنيا، الكلام دوت بيكون بتشتغل فيه، يعني ما بتشتغلش اصلا، بتكون قاعده في البيت، فبيكون زياده معدل المواليد بيكون زياده كبيره جدا يعني. فهنا هوت يبقى لازم تدخل المراه في مجالات العمل عشان نقدر نخفض معدل النمو السكاني. يبقى دول 4 اسباب يخلوا معدل النمو السكاني ينخفض. ايه هما تاني؟ الركود الاقتصادي والحروب، ان ارتفاع مستوى التعليم، الاضطرابات السياسيه، دخول المراه في مجالات العمل المختلفه. نخش في تاني حاجة عندنا وهي الزيادة الغير طبيعية. يعني ايه زيادة غير طبيعية؟ يعني هجرة. يقول لك زيادة غير طبيعية يعني بيتكلم عن الهجرة. انا عندي نوعين من الهجرة، في هجرة داخلية وفي هجرة خارجية. الهجرة الداخلية عموما، الهجرة الداخلية انك بتمشي تروح اي مكان بس وانت جوه الدولة، يعني ما بتطلعش من بره حدود الدولة. لكن الهجرة الخارجية انت بتمشي من الدولة اللي انت فيها بتطلع بره الحدود. طب ما تيجي نشوف الكلام ده بيقول ايه. قال لك اهو الزيادة الغير طبيعية يعني زيادة في اعداد السكان نتيجة الايه؟ الهجرة. تلعب الزيادة الغير طبيعية دور في تغيير حجم السكان. خلي بالك هنا حاجة مهمة جدا. هنا قال لك الزيادة الغير طبيعية بتعمل دور في تغيير حجم السكان الدولة. تمام؟ الغير طبيعية بتعمل ايه؟ حجم سكان الدولة او محافظتها. في حاجة مهمة جدا، البتاع ده مش ادق. يعني بمعنى ايه مش ادق؟ يعني لو انت عندك هجرة داخلية، الهجرة الداخلية انت بتقول لي بيمشوا داخل الدولة. طب ازاي اما يمشوا داخل الدولة هيتغير حجم السكان؟ لا مش هيتغير حجم السكان. فهنا حجم السكان ايه؟ حجم السكان ثابت مش هيتغير. هجرة خارجية. الهجرة الخارجية دي بقى انت بتمشي بره الدولة، يعني بتروح دولة تانية، بتطلع بره الحدود. فده عندي اللي يغير في حجم السكان. حجم السكان لما انت تمشي حجم السكان يقل. تمام؟ لكن الهجرة الداخلية ما بتغيرش في حجم السكان. امال بتعمل ايه؟ بتعمل اهو تعالى نكتب اعادة توزيع
للسكان. الحته دي تكتبها. تمام تمام. يلا نكمل. تنقسم الهجره عندي زي ما قلنا لهجره داخليه وهجره خارجيه. الهجره الداخليه انتقال السكان من منطقه لاخرى داخل الحدود. انت بتمشي بتقعد تتنقل من محافظه لمحافظه جوه الدوله بهدف ايه؟ قال لك والله ممكن بهدف العمل، بهدف الاقامه، بهدف التعليم، رايح تزور حد، اي هدف مش مهم. تمام. طب ايه امثله الهجره دي؟ قال لي والله هجره السكان من محافظه لمحافظه اخرى، او هجره السكان من الريف للمدن، لسه قايلين الكلام ده كله. من الريف للمدن عشان شغل والكلام ده، هندرس كل حاجه دلوقتي بالتفصيل. واسبابها، اسباب الهجره الداخليه هي وجود عوامل جذب وعوامل طرد للسكان. ايه هي بقى؟ نخش في الحاجه الجديده، عوامل الجذب وعوامل طرد السكان. ادي عوامل الجذب وادي عوامل الطرد. يعني ايه عوامل الجذب اصلا؟ قال لك والله عوامل الجذب هي اللي بتجذب السكان، يعني محافظه فيها حاجات بتجذب السكان. يعني ايه الحاجات اللي بتجذب السكان دي؟ قال لي والله لو في فرص عمل فالناس بتمشي من الريف وتروح المدن عايزين يشتغلوا. ارتفاع الاجور، المهنه بيقبض فيها مثلا بيشتغل شغلانه بياخد عنده مثلا، هو مثلا في المنيا او في سوهاج الشغلانه ديت بياخد عليها 50، لا هيجي اسكندريه هياخد عليها 100. ارتفاع مستوى المعيشه، في معيشه كويسه والدنيا جميله وفي ازدهار والدنيا زي الفل. رابع حاجة توافر الخدمات الاجتماعية الصحية والتعليمية. عندك متوافر خدمات، عندك في مستشفيات، عندك في مدارس، التعليم، كل حاجة متوفرة، مؤسسات عموما. دي من أهم عوامل الجذب. عندك كمان تركز الإدارة والحكم والمنشآت الترفيهية والثقافية في المدن. يعني عندك مثلا خلي بالك إن بتتميز محافظة، اكتب الحتة دي، تعال نكتبوها. بص يا سيدي، تتميز محافظة القاهرة عن باقي المحافظات خلي بالك دي بقى أهم نقطة دي، الإيه؟ الجاذبة للسكان. بايه بتتميز محافظه القاهره عن باقي المحافظات الجاذبه السكان؟ بايه؟ بوجود مناطق الحكم والاداره. تمام، في حكم واداره في محافظه القاهره، فتخلي بالك انها بتتميز عن المناطق الجاذبه مش المناطق الطارده. يبقى محافظه القاهره بتتميز عن باقي المحافظات الجاذبه عشان فيها مناطق او مراكز الحكم والاداره. قال لي كمان توافر المنشآت الترفيهيه والثقافيه زي اسكندريه وكده. فالعوامل دي عوامل بتجذب السكان. نقولهم تاني، عندك فرص عمل، عندك ارتفاع مستوى المعيشة وارتفاع الأجور، توافر الخدمات الاجتماعية اللي هي صحية وتعليمية، مستشفيات، مدارس، تركز الإدارة والحكم والمنشآت الترفيهية والثقافية في المدن. عوامل الطرد بعد كده ايه هي؟ العكسها بقى. عوامل الطرد يعني احنا قلنا ايه؟ توافر فرص عمل، يبقى عكسها ايه؟ مفيش فرص عمل. هنا احنا قلنا ارتفاع الأجور، يبقى عكسها ايه؟ انخفاض الأجور. هنا احنا قلنا توافر الخدمات الاجتماعيه الصحيه والتعليميه، هنا تدهور مستوى الخدمات الاجتماعيه الصحيه والتعليميه، يعني لا في مستشفيات ولا في مدارس. هنا احنا قلنا تركز الاداره والحكم والمنشات والترفيهيه والثقافيه في المدن اهي، هنا مفيش الكلام ده خالص. هنا كمان عندك في عوامل الطرد قله الوحدات السكنيه، صغر مساحه الملكيات الزراعيه. يعني ايه بقى قله الوحدات السكنيه؟ بص يا سيدي، قله الوحدات السكنيه ممكن تلاقي 10 15 قاعدين في بيت واحد، فمفيش وحدات سكنيه اللي هو عماير والكلام ده. رابع حاجه قلنا وهي صغر مساحه الملكيات الزراعيه. يعني ايه صغر مساحه؟ يجي يقول لك صغر مساحه، ممكن يجيب لك مثلا بلفظ تاني، يجي يقول لك تفتيت مساحه الملكيات الزراعيه، يعني برضو نقص مساحه الملكيات الزراعيه. طيب ليه الملكيات الزراعيه المساحة بتاعتها صغرت؟ قال لك والله بسبب زيادة معدل النمو السكاني. في معدل سكاني كبير فبدأ نصيب الفرد يقل من المساحة الملكية الزراعية. وكده نبقى خلصنا عوامل الطرد اللي هو قلة فرص العمل، انخفاض الأجور، تدهور مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، قلة الوحدات السكنية، صغر مساحة الملكيات الزراعية. يبقى احنا كده اتكلمنا عن عوامل الجذب، العوامل اللي بتجذب السكان وعوامل اللي بتطرد السكان. دلوقتي بقى ان شاء الله هناخد محافظات الجاذبة والمحافظات الطاردة. المحافظات الجاذبة اللي هي بيتوافر فيها عوامل الجذب، والمحافظات الطاردة اللي هي فيها عوامل الايه؟ عوامل الطرد. بص يا سيدي، اول حاجة عندنا المحافظات الجاذبة للسكان. بيقول لي القاهرة واسكندرية ودول اكتر المحافظات جذبا للسكان. عندك الجيزة، محافظات القناة اللي هي السويس، وبص احفظهم دول بالترتيب: السويس،
ثم فوقيها الاسماعيليه ثم فوقيها بورسعيد. يبقى السويس اهي تحت، يبقى دي السويس اهي، بعد كده فوقيها اسماعيليه، واللي فوق خالص هنا ايه؟ بورسعيد. تمام تمام. بعد كده هو عندي محافظة البحر الأحمر زي مدينة الغردقة، وعندي محافظة جنوب سيناء. عايزك تزود حاجة هنا، هو زود لي عندك محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومحافظة القليوبية، وتكتب عليهم كده هوت القاهرة الكبرى، عشان ممكن يجي يقول لك في الامتحان القاهرة الكبرى، ما تعرفش ديت ايه القاهرة الكبرى، ولا دي جاذبة للسكان ولا طاردة. فالقاهرة الكبرى بتضم 3 محافظات، القاهرة والجيزة دول احنا عارفينهم موجودين في الكتاب، القليوبية مش موجودة انها من المحافظات الجاذبة للسكان، فتكتب ان القليوبية، تكتب اللي انا كتبته لك ده كده عندك في الكتاب. بعد كده عندي المحافظات الطاردة للسكان، والباقي المحافظات اهو اقراها انت بقى ايه مع نفسك. طيب ايه بقى هي نتائج الهجرة الداخلية؟ قال لك والله انت عندك نتائج للمحافظات الجاذبة للسكان، وعندك نتائج للمحافظات الطاردة للسكان. طيب لما يحصل عندي هجرة والسكان يروحوا للمحافظات الجاذبة، ايه النتائج ده اللي بيحصل بقى؟ قال لي والله اللي بيحصل ان ارتفاع معدلات النمو السكاني، معدل السكان عندك في المحافظه ديت بتزيد قوي. قال لك كمان ارتفاع نسبه الذكور عن الاناث. طب ليه؟ قال لك والله اللي مثلا متجوز واحده قاعد مثلا في سوهاج، فبيسيب سوهاج ويروح هو الاسكندريه او القاهره يشتغل هناك، وبيسيب مراته مثلا تقعد مع بيت اهلها، ولا بيسيبها في سوهاج، فبالتالي بيرتفع نسبه الذكور في المحافظات الجاذبه للسكان، ونسبة الإناث بتزيد في المحافظات الطاردة للسكان. طيب تالت حاجة عندي ظهور العشوائيات. ازاي؟ اما بيحصل عندك زيادة سكانية، اهي ظهور العشوائيات، اما بيحصل عندي زيادة سكانية وعدد كبير من السكان، فبيؤدي ده لظهور العشوائيات. وبتكافح الموضوع دوت، تقول له مثلا مؤسسة حياة كريمة عندك، عشان كان جايبها في الأسئلة. طيب رابع حاجة عندي زيادة البطالة. تمام، ليه زيادة البطالة زادت؟ ما انت عندك اعداد كبيرة من السكان، وانت عارف اما العدد بيزيد على منطقة ليها قدرات محدودة، بيحصل عندك عجز في انك ما تقدرش تسد الاحتياجات بتاعه المحافظه ديت. واحنا قلنا دي من اهميه التعدادات والاحصاءات الحيويه، انها بتساعد ان اقدر اسد احتياجات السكان. رابع حاجه عندي عجز المرافق والخدمات عن سد حاجات السكان، هو ده اللي انا لسه قايله. بعد كده عندي نتائج الهجرة الداخلية للمحافظات الطاردة للسكان. لما المحافظات الطاردة للسكان بتطرد سكانها، ايه اللي بيحصل؟ قال لي والله بيحصل عندي تراجع معدلات النمو السكاني، يعني السكان عندك بيقلوا. رابع تاني حاجه ارتفاع نسبه الاناث عن الذكور، ده اللي لسه قايلينها. تالت حاجه عندي وهي نقص الايدي العامله وخاصه الزراعيه. ازاي ده؟ ما انت عندك الذكور سابوا المحافظات اللي هي في جنوب الوادي زي سوهاج والمنيا والاقصر واسوان، وراحوا الاسكندريه. فالدول ديت او قصدي المحافظات ديت بتكون اكتر او اهم نشاط عندها الزراعه، فالذكور سابوا المحافظات دي وراحوا اسكندريه، فبالتالي هتقل عندي الايدي العامله اللي بتشتغل في الزراعه. يبقى احنا كده اتكلمنا عن عوامل الجذب، واتكلمنا عن عوامل الطرد، واتكلمنا عن المحافظات الجاذبه، واتكلمنا عن المحافظات الطارده، وقلنا النتائج اللي بتؤدي الى، يعني النتائج بتاعت الهجره ديت. ايه النتائج بتاعت الهجره؟ يعني المحافظات الجاذبه لما بتحصل الهجره الداخليه ديت الناس كلها بتروح لها، فقلنا عندي بيزيد السكان وكلام كتير. والمحافظات الطارده قلنا برضو نتائج الهجرة الداخلية عليها، انها اما بتطرد السكان اللي بيحصل بعد كده، واتكلمنا عنهم بالتفصيل. نخش بعد كده عندنا للهجرة الخارجية، يلا بينا نبدأ فيها. بص يا سيدي، الهجرة الخارجية انت بتمشي من دولة لدولة تانية عشان يا اما تشتغل يا اما تعمل اقامة هناك يا اما تتعلم. تمام. قال لك اسبابها ايه؟ الاسباب بتاعتها قال لك والله انخفاض مستوى المعيشة. لو انت عندك الدولة مثلا احوالها متدهورة وعايز تشوف مستقبل احسن، فبتسافر. قال لك انتشار البطالة، لو عندك انتشار بطالة انت مش لاقي شغل مش عارف تشتغل، فانت بتسافر بره عشان تشتغل. تالت حاجة عندي عدم توظيف القدرات العلمية، يعني انت مثلا معاك فكرة مشروع او انت مبرمج او مع حاجة جامدة يعني، فمش لاقي شغل برضو، فالعقول المفكرة بتسافر بتمشي بره، وبره طبعا بيستثمروا بيقدروا وبيوظفوا القدرات ديت
او العقول المفكره عموما يعني. يبقى اول حاجه اسباب الهجره الخارجيه: انخفاض مستوى المعيشه، انتشار البطاله، عدم توظيف القدرات العلميه، وده بيؤدي لهجره العقول المفكره. خلي بالك بيقول لي ان يوصل عدد المهاجرين المصريين للعمل في الدول العربيه 3 مليون نسمه. وتؤكد الدراسات لان نحو 70% من المهاجرين تتراوح اعمارهم من 20 ل 40 سنه، من 20 ل 40 سنه. طب وده يعني بيدل على ايه؟ بيدل على انتشار البطاله خاصه بين الشباب اللي هو من 20 ل 40 سنه. طيب هنا بيقول لي بعد كده ان الهجره الخارجيه قد تكون وافده، يعني القادمين للدوله، او نازحه اللي هو اللي بيمشوا من الدوله. بيقول لي يتم حساب صافي الهجره الخارجيه عن طريق المعادله التاليه: صافي الهجره الخارجيه عدد المهاجرين ناقص عدد القادمين. وبيقول لي وتكون النتيجه في صالح الدوله اذا كان القادمون اكثر من النازحين. بمعنى يعني لو اللي عندك جاي لك ناس اكتر فصافي الهجره بيكون في صالحك انت. طيب هل الهجره الخارجيه ديت ليها ايجابيات؟ قال لك اه طبعا الهجره الخارجيه ليها ايجابيات وليها سلبيات. طيب قبل ما نخش في الحته ديت، صافي الهجره الخارجيه نتكلم فيها ايه دقيقه بس. صافي الهجره الخارجيه هيكون في صالحك امتى برضو؟ قال لك هيكون في صالحك لو انت استثمرت العقول المفكره، واستثمرت قدرات وطاقات الشباب ديت. ازاي يعني؟ انت استثمرت الشباب ديت، فانت الشباب مش هتهاجر، وكمان ممكن ان شباب من دول تانية يجوا يشتغلوا عندك انت، وتقدر تستثمر في القدرات ديت. فبالتالي هيكون صافي الهجرة في صالحك انت. نخش بعد كده الهجرة الخارجية ان ليها ايجابيات. ليها ايجابيات. قال لك اول ايجابياتها تخفيض البطالة. الدول اللي هتمشي، يعني انت مثلا دولة اهي عدد السكان بتاع ماشوا راحوا بره، فانت تخفيض البطالة اللي عندك هتقل، وهيزيد عندك الدخل من العملات الاجنبية. سلبياتها قال لك عدم استفادة الدولة من العقول المفكرة والكفاءات العلمية المهاجرة. يعني العقول المفكرة ديت خلاص راحت بره، فانت ما استفدتش منها، يعني حاجه محزنه. يبقى احنا كده اتكلمنا عن اسباب زياده عدد السكان، وقلنا عندي زياده طبيعيه مواليد وفيات، وقلنا عندي زياده غير طبيعيه واللي هي الهجره، وفي هجره خارجيه وهجره داخليه. وقلنا معدل المواليد بحسبه ازاي، ومعدل الوفيات بحسبه ازاي. وما تنساش اننا بنضرب في 1000. وما تنساش برضو ان عدد المواليد بنحسب الاحياء بس. واتكلمنا عن الهجره الداخليه، وقلنا عوامل الجذب ايه هي وعوامل الطرد، وقلنا المحافظات الجاذبه للسكان بسبب عوامل الجذب، والمحافظات اللي فيها عوامل الطرد اللي هي بتطرد السكان، واتكلمنا عنهم بالتفصيل. نخش في الجزء اللي بعد كده. ده سيدي في التركيب السكاني. يا ترى السكان بيتركبوا من كام فئة او بيتقسموا لكام فئة؟ يلا بينا نشوف. قال لي بص يا سيدي، انت عندك 3 انواع من التركيب. في تركيب نوعي، وده بيقسم لك من حيث ذكر او انثى. وعندك تركيب عمري، ودوت اللي بيقسم لفئات، اللي هو فئة صغار السن، فئة الصغار، وفئة الشباب، وفئة اللي هي الشيخوخة اللي هم كبار السن، الشيخوخة. تمام. وعندك ثالث فئة واخر فئة، وهي فئة التركيب الاقتصادي. وهنا بيقسم لك السكان من حيث الأنشطة الاقتصادية والحالة التعليمية وهكذا. يعني ايه الأنشطة الاقتصادية؟ هنعرف كل ده دلوقتي ان شاء الله. يقول لي هنا التركيب السكاني هو تقسيم السكان حسب النوع والفئه العمريه والانشطه الاقتصاديه والمستوى التعليمي اللي احنا لسه قايلينه. يعد التركيب السكاني من ابرز الخصائص السكانيه لاي مجتمع، ويتمثل في التركيب النوعي اهو زي ما قلنا: تركيب عمري، تركيب اقتصادي. اول حاجه عندي نبدا فيها وهي التركيب النوعي. التركيب النوعي هو تقسيم السكان من حيث ذكر او انثى، ذكر ام انثى، واقدر احسبه اني احدد نسبه النوع لاجمالي عدد السكان. يعني ايه؟ يعني عايز تعرف نسبه الذكور، هتجيب نسبه الذكور على اجمالي عدد السكان اللي هو ذكور واناث، وتعرف النسبه بتاعتك. قال لك من خلال متابعه التعدادات المصريه من عام 1996 حتى الوقت الحاضر، بنجد ان نسبه الذكور اكبر من نسبه الاناث، حيث بلغت نسبه الذكور تبعا لتقديرات عام 2017 نحو 51.5%. الكلام ده تحفظه كويس جدا. نسبه الذكور بتقل او تزيد من محافظه لاخرى، حيث تقل في المحافظات الطارده، لسه قايلين الكلام دوت، زي كفر الشيخ والاقصر، وبتزيد في المحافظات الجاذبه للسكان زي البحر الاحمر وجنوب سيناء. هنا بقى في التركيب العمري بيقول لي في علاقه بين التركيب العمري والتنميه الاقتصاديه. بمعنى ان فئه الشباب او فئه منتصف، تعالى نكتبوهم كده، ممكن تقول عليهم فئه الشباب. فئه الشباب ممكن تقول عليهم فئه منتصف العمر. منتصف العمر. ممكن تقول عليهم القوة العاملة.
او الفئة المرتبطة بالتنمية. تمام، يبقى اي حاجه فيها تنميه فيها تقدم يبقى هي المسؤوله عن ده فئه الشباب. بيقول لي يعتبر تركيب السكان تبعا للفئات العمريه من اهم المؤشرات السكانيه لمعرفه القدره الانتاجيه والحيويه. ده احنا لسه قايلينه، لو عندك نسبه منتصف العمر اللي هم فئه الشباب كبيره هتعرف ان في تنميه، في قوه عامله كويسه، تقدر تنمي تقدر تطور. لكن لو في فئه صغار السن وفئه الكبار السن دول بيكون محتاجين رعايه، فئه الصغار السن بيكون محتاجين تعليم، بتكون محتاجين تقدم لهم خدمات كتيره وما بيدخلوش دخل للدولة. ولذلك قال لك يهتم به المخططون لبناء خططهم الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل. بيهتموا بإيه؟ بيهتموا بتركيب السكان تبعا للفئات العمرية، وده من أهم المؤشرات السكانية عشان نعرف القدرة الإنتاجية والحيوية. قال لي بيتم تمثيل البيانات السكانية الخاصة بالعمر والنوع في شكل بياني يعرف بالهرم السكاني. خلي بالك العمر والنوع، تمام، فقط، ما قالكش الفئة الثالثة اللي هي التركيب الاقتصادي، وقال لك العمر والنوع فقط. بعد كده هنا بيقول لي الهرم السكاني هو احد الاشكال البيانية لتمثيل السكان من حيث الفئات العمرية اهوت والتركيب النوعي. اهو الهرم السكاني بيقول لي والله الهرم السكاني ده احنا قسمناه تحت كده اهو، بص تحت هنا اهو لفئة ذكور وفئة اناث، ورأسيا اللي هو هنا اهوت كده اهو قسمنا لمراحل السن اللي هو المراحل العمريه اللي هو الفئات العمريه مرتبه ترتيبا رئيسيا، حيث الفئات العمريه الصغرى يعني من الاصغر لغايه الفئات العمريه الاكبر. هنا بقى الملاحظات، هنا بيقول لي فئه صغار السن قاعده الهرم. لاحظنا اما درسنا الهرم السكاني ده لاحظنا الحاجات اللي هنقولها دلوقتي. اول حاجه فئه صغار السن اللي هي قاعده الهرم، قال لي دي بتضم الصغار اللي هم اقل من 15 سنه، نسبتهم 34.7 من جمله السكان. زادت هذه الفئه الاتساع النسبي لقاعده الهرم السكاني بيعني ان يعني لو فئه صغار السن زادت هعرف من ده هستنتج قال لي والله تستنتج ان زياده نسبه الاعاله زادت عندك، وما تتطلبه من متطلبات الحياتيه والاجتماعيه والتعليميه. يعني الطلاب دول او فئه صغار السن دول انت محتاج تعليم ومحتاجين صحه ومحتاجين توفر لهم حياه كويسه، فدي فئه بتصرف بس. وقال لك كمان ارتفاع معدل النمو السكاني، اي ان مصر لم تصل لمرحله الاستقرار السكاني. يعني معنى ان في صغار سن كتير معنى كده ان عندك ارتفاع كبير جدا في معدل النمو السكاني، معنى كده انك ما وصلتش لمرحلة الاستقرار. تاني فئة عندي وهي فئة قوة العمل او منتصف الهرم، وديت اللي احنا لسه قايلينها، ممكن نقوله منتصف الهرم، ممكن نقوله منتصف العمر، ممكن نقوله القوة العمل زي ما مكتوب، ممكن نقوله القوة العاملة، ممكن نقوله هم المسؤولين عن التطوير وكل حاجة. هي فئة منتصف العمر فئة الشباب. قال لي تضم الشباب البالغين اللي بتتراوح اعمارهم من 15 لاقل من 65 سنه، نسبتهم 59.1 من جمله السكان. طيب الفئه دي لو زادت هستنتج قال لي والله لو الفئه دي زادت يعني هرم مصر السكاني في مرحله الشباب، يعني قدره مصر على كافه البرامج التنميه الاقتصاديه. يعني لو الفئه دي زادت فمصر هتكون في تطور، في تنميه، في اقتصاد، في حاجات كتيره جدا كويسه، لان دول هم المسؤولين عن الدخل وعن التطوير. ثالث واخر فئه عندي وهي فئه كبار السن او قمه الهرم او الشيخوخه. قال لي دي بتضم السكان اللي بيبلغ اعمارهم اكتر من 65 سنه، نسبتهم 6.2 من جمله السكان. زادت هذه الفئه يعني زادت نسبه الاعاله في مصر زي فئه صغار السن. تمام عشان برضو محتاجين ادويه، محتاجين رعايه، فدي برضو يعني زادت نسبه الاعاله بتزيد زي فئه صغار السن. وقلنا كمان ان معنى نسبه كبار السن انها قليله قلنا يبقى في رعايه صحيه كويسه. يبقى احنا كده اتكلمنا عن التركيب النوعي اللي هو ذكور واناث، واتكلمنا عن التركيب العمري والاتنين دول مثلناهم في الهرم السكاني. تمام، التركيب العمري اللي قلنا فيه صغار السن والشيخوخه والشباب واتكلمنا عنهم بالتفصيل. تمام، نخش بعد كده دلوقتي في التركيب الاقتصادي. التركيب الاقتصادي هندرس الانشطه الاقتصاديه والحاله التعليميه. يعني ايه تركيب اقتصادي؟ قال لي والله التركيب الاقتصادي ده انت بتقسم السكان حسب الانشطه الاقتصاديه والحاله التعليميه. قال لي بيقدر عدد العاملين بالانشطه المختلفه حوالي 23.3 مليون نسمه. قال لي كمان ان اكتر الانشطه انتشار بيتمثل في النشاط الزراعي، وده بيدل على اهميه الزراعه بالنسبه للاقتصاد بالنسبه للاقتصاد المصري. بعد كده عندي الحاله التعليميه. قال لي بص يا سيدي، اعلى نسبه للسكان اللي هم ملتحقين بالتعليم المتوسط، واقل نسبه للسكان اللي حاصلين على تعليم اعلى من الجامعي. يعني ايه التعليم الاعلى من الجامعي؟ اللي هو الدكتوراه، درجه الماجستير، الكلام ده كله. التعليم الاعلى من الجامعي. بقى لي نسبه الحاصلين على على التعليم الاعلى من الجامعي.
تالت حاجة عندي وهي نسبة الأمية، بيقول لي لا زالت مرتفعة. نسبة الأمية لسه لغاية دلوقتي قاعدة، وما دام نسبة الأمية مرتفعة هتبقى حاجز أمام إيه؟ أمام مشروعات التنمية. وبكده الحمد لله نبقى خلصنا أول درس وأهم درس. دلوقتي إحنا الوحدة الأولى أصلا 3 دروس كلها. الدرس الأول ده 50%، يعني ال 25% على الدرس التاني و25 على الدرس التالت. ليه؟ لأن ده أهم درس، ده فيه مفاهيم كتيرة لازم تعرفها. الدرسين اللي جايين إن شاء الله هيتبنوا على فهمك للدرس ده، هتلاقيهم سهلين جدا وصغيرين جدا. ده اكبر درس واهم درس واول درس، فكده يعتبر اكبر درس خلص. تعالى بقى نخش ايه في الدرسين الصغيرين الصغنطتين الباقيين. الدرس التاني بعنوان توزيع السكان والكثافة السكانية في مصر. يعني من اسمه باين هو موضح كل حاجة. ندرس توزيع السكان بيتوزعوا في انهي محافظات، ايه المحافظات اللي فيها كثافة سكانية، المحافظات اللي ما فيهاش كثافة سكانية. تعالى ندرس الكلام ده في التفصيل. بيقول لي هنا هوت يختلف توزيع السكان في مصر من محافظة لأخرى. يعني الكثافة السكانية في مصر أو عدد السكان أو توزيع السكان في كل محافظة غير المحافظة التانية. مفيش محافظات متشابهة في السكان. قال لي كما يختلف من منطقة لأخرى وتعكس خريطة توزيع السكان في مصر التفاعل بين الإنسان وبيئته الطبيعية. يعني المنطقة اللي فيها تفاعل ما بين الإنسان والبيئة، زي مثلا المناطق اللي فيها مية وفيها زراعة وفيها تربة خصبة، الكلام ده كله الإنسان بيتفاعل مع البيئة اللي هو فيها، فبالتالي هتلاقي فيها كثافة سكانية عالية. لكن المناطق الصحراوية اللي ما فيهاش لا مية والحرارة عالية، فهتلاقي فيها ما فيش أصلا سكان والكثافة السكانية قليلة. فبيقول لي هنا هو يتسم توزيع السكان بالتمركز الشديد والكثافة المرتفعة في مساحة ضيقة لا تزيد عن 45 ألف كيلومتر مربع تبعا لتقديرات 2012، مما يشكل ضغطا على الموارد الاقتصادية المتاحة. يعني بيقول لك ان السكان الكثافة كانت مرتفعة جدا في مساحة صغيرة 45 ألف كيلومتر مربع، ده تبع تقديرات 2012. طب ايه ده؟ ايه بيسبب ايه؟ قال لي والله ده بيشكل ضغط عندي على الموارد الاقتصادية المتاحة. فعندك بيعيش 98.2 من السكان في اقل من 5% من مساحة مصر، اللي هو الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. و1.8 من سكان في أكثر من 95% من مساحة مصر في محافظات الحدود اللي هي المحافظات الصحراوية. بالنسبة لمحافظات الحدود اللي هي زي محافظة شمال سيناء، محافظة البحر الأحمر، محافظات اللي هي على الحدود. فأنا هنا استنتجت إيه؟ استنتجت والله إن في سكان كتير قوي في منطقة صغيرة قوي، في كثافة سكانية عالية. معنى كده إن في ضغط على الموارد، معنى كده إن توزيع السكان توزيع مش متساوي، معنى كده ان في اماكن فيها كثافه سكانيه عاليه وفي مناطق كثافه سكانيه واطيه جدا ما فيهاش كثافه سكانيه. هنا جايب لك رسم بياني تبقى تبص فيه وتحفظ البيانات اللي فيه كويس. بيقول لي وبذلك نجد ان هناك توزيع غير متجانس للسكان، ويرجع ذلك لعده عوامل. يعني بيقول لي ان توزيع السكان غير عادل. طيب ليه توزيع السكان غير عادل؟ تعال نشوف الكلام ده. قال لي والله توزيع السكان غير عادل، يعني الكثافه في منطقه غير التانيه بسبب ايه؟ قال لي والله في عوامل بتأثر على توزيع السكان، عوامل بتأثر عليهم. العوامل ديت بتخلي مناطق فيها تركز سكاني ومناطق ما فيهاش. طب ايه هي العوامل دي؟ قال لي بص احنا قسمنا العوامل ديت لنوعين من العوامل، في عوامل طبيعية وفي عوامل بشرية. العوامل الطبيعية ما لناش دخل فيها، العوامل البشرية اللي هي من صنع الانسان تبع التدخل البشري. العوامل الطبيعية يا ترى ايه هي؟ قال لي بص يا سيدي، عندك الموارد المائية، عندك التربة الخصبة، عندك المناخ، عندك التضاريس. دول اهم العوامل الطبيعية اللي بتأثر في توزيع السكان. اهم عامل فيهم المناخ، اهم عامل فيهم مين؟ المناخ. واهم عنصرين في المناخ الحرارة والامطار. اهم عنصرين في المناخ الحراره وايه؟ والامطار. والعوامل البشريه اللي عندي النشاط الاقتصادي، عندي طرق النقل والمواصلات، عندي الظروف السياسيه والعسكريه. طب ما تيجي ندرس حاجه نبدا اول حاجه بالعوامل الطبيعيه. بيقول لي يتركز السكان في مناطق وجود الميه العذبه. طيب بيقول لي هنا هوت يتركز السكان في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. ليه؟ قال لي والله عشان جنبهم نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد. قال لي كمان يوجد سكان الصحاري
في الواحات. ليه بيتركزوا في الواحات؟ قال لي والله عشان في ابار وفي عيون. تاني حاجه عندي وهي التربه الخصبه، بيقول لي ان تسود حرفه الزراعه في المناطق اللي فيها تربه خصبه، وبيرتبط بيها زياده مراكز العمران. ليه؟ في زياده في السكان، يعني السكان بيتركزوا في المناطق اللي فيها تربه خصبه فالناس بتزيد فيها. تختلف كثافه السكان تبعا لاختلاف جوده التربه. يعني بيقول لك ان مش كل انواع التربه زي بعضيها، يعني بيقول لك ان في تربة فقيرة، في انتشار مستنقعات وملوحة التربة، في خصوبة التربة، يعني في تربة كويسة وفي تربة وحشة. طب ما تيجي نشوف ايه المناطق اللي فيها تربة كويسة والمناطق اللي فيها تربة وحشة. تركز السكان في وسط وجنوب الدلتا. ليه يا عم؟ قالك بسبب خصوبة التربة، الكلام ده تحفظه. يقل السكان في الأطراف الشمالية للدلتا زي محافظة ايه مثلا؟ محافظة كفر الشيخ. ليه يا عم بتقل السكان في الأطراف الشمالية للدلتا؟ قال لي بسبب انتشار المستنقعات وملوحة التربة. ليه التربة مالحة؟ قال لك بسبب القرب من البحر المتوسط. طب الأطراف الشرقية والغربية للدلتا ليه بيقل فيها السكان؟ قال لي والله بسبب فقر التربة، تربة فقيرة ما فيهاش عناصر غذائية تقدر تقويها ويقوم فيها نبات كويس. تالت حاجة عندي المناخ، وده قلنا أهم حاجة، وقال لي خاصة عنصرين الحرارة والمطر. قال لي السكان بيتركزوا في المناطق المعتدلة، ده أكيد، وبيبعدوا عن المناطق الصحراوية والمناطق الباردة. الناس مش هتروح تسكن في منطقة حارة خالص أو منطقة ساقعة وتلج، فالإنسان بيحب يسكن في المناطق المعتدلة زي قال لك اسكندرية وإيه وبورسعيد. قال لي بيقل السكان في المناطق الصحراوية. ليه يا عم؟ قال لي والله ارتفاع درجة الحرارة ومفيش مية، يعني موت وخراب ديار، زي محافظتين الوادي الجديد ومطروح. رابع وآخر عامل طبيعي بيأثر في توزيع السكان عندي وهو التضاريس. قال لي يتركز السكان في السهول الفيضية، خاصة السهول الفيضية. طب ليه؟ بص يا سيدي، انت عندك السكان بيحبوا يسكنوا في السهول، يعني ما تجيش تقول لي تجيب لي جبال وتقول لي روح اسكن فوقيها او مناطق وعرة، لا مش هعرف، مش الدنيا مش هتمشي، عشان انا عايز ابني حاجات وعايز ابني بيوت وعايز اعمل طرق مواصلات، هناخد الكلام ده كله. فاهم حاجة انك ايه الحاجات اللي ملائمة في السهول، تقدر تعمل طرق، تقدر تعمل بيوت، تقدر تعيش، تقدر تعمل حاجات كتيرة جدا. يبقى اهم حاجة السكان بيتركزوا في المناطق السهول خاصة الفيضية. ليه يا عم في الفيضية بالذات؟ قال لك والله عشان فيها تربة خصبة وفيها مياه عذبة. طب لما يبقى فيها تربة خصبة ويبقى فيها مياه عذبة اقدر ازرع فيها، يبقى هيسود فيها حرفة الزراعة. تاني حاجة عندي سهولة مد الطرق، تقدر تبني تعمل طرق وتسافل الطرق براحتك، مفيش بقى حته طالعه وحته نازله وارض فوق وارض تحت، لا الارض متساويه. تالت حاجه عندي انشاء المراكز العمرانيه كالمدن، تمام، زي ما قلنا الدنيا متساويه والدنيا جميله وحلوه فتقدر تنشئ مراكز عمرانيه براحتك. قال لي يندر السكان في المناطق الجبليه الوعره زي محافظه البحر الاحمر وجنوب سيناء. محافظه البحر الاحمر فيها جبال البحر الاحمر اللي احنا عارفينها، ومحافظه جنوب سيناء فيها جبل سانت كاترين وفيها جبل موسى، دول اشهرهم. يبقى احنا كده اتكلمنا عن العوامل الطبيعيه اللي بتاثر في توزيع السكان، وقلنا الموارد المائيه، وقلنا التربه الخصبه، وقلنا المناخ وده اهم عنصر، اهم عامل قصدي، وقلنا التضاريس. نخش بعد كده في العوامل البشريه، واول حاجه عندي وهي النشاط الاقتصادي. ازاي النشاط الاقتصادي بيأثر في توزيع السكان؟ بيقول لي يا سيدي تؤثر الانشطه الاقتصاديه للسكان في توزيعهم وكثافتهم، حيث يتركز السكان في المناطق الزراعيه زي الوادي والدلتا، في المناطق الصناعيه زي 6 اكتوبر، في المناطق السياحيه زي شواطئ سيناء والبحر الاحمر، في مناطق التعدين زي راس غارب على خليج السويس. الحاجات دي تتحفظ، مفيش حاجه فيها تتشرح. المناطق الزراعيه قلنا الوادي والدلتا، الوادي والدلتا هم تمام، ادي الدلتا وادي الوادي، تمام. المحافظات اللي حواليها كده هوت اهي، هي ديت المناطق الايه الزراعيه. تاني عامل بشري عندي بيأثر في توزيع السكان، طرق النقل والمواصلات. ازاي يا عم؟ في مكان فيه نقل ومواصلات فانت هتسكن فيه، طب منطقه بقى ما فيهاش لا نقل ولا مواصلات، لا تعرف تروح شغلك ولا تعمل اي حاجه، فصعب ان الناس تسكن فيها، فالمكان مهم جدا لو فيه خطوط مواصلات. قال لك مثال على ذلك منطقه قناه السويس. قال لي ما كانش فيه ناس ساكنه، ما كانش فيه عمران قبل ما يحفروا القناه، طب لما
حفروا القناة قال لك والله اصبحت من المناطق اللي جذبت السكان بطريقة عالية، زي وظهرت مدن كمان زي ايه، زي محافظة بورسعيد والاسماعيلية وعندك القنطرة. تالت عامل عندي بشري بيأثر في توزيع السكان وهو الظروف السياسية والعسكرية. طب ازاي؟ قال لي والله تؤثر الظروف السياسية والعسكرية في عملية توزيع السكان. ازاي يا باشا؟ قال لك والله لو في منطقة فيها حروب، وفي زي مثلا محافظة شمال سيناء كان فيها مثلا حرب مع اسرائيل واحتلال وي وكلام كتير، فالسكان اللي فيها في حتة فيها حرب فسابوها، والسكان اللي كانوا عايشين في مدن القناة راحوا المناطق جوه مصر، وده اثر على ايه؟ اثر على توزيع السكان. خلي بالك ما اثرش على حجم السكان، حجم السكان ثابت، دي هجرة داخلية. سابوا مدن القناة السويس وسابوا محافظة شمال سيناء وراحوا المحافظات اللي جوه. طب لما هزمنا اسرائيل بقى في 73 قال لك والله السكان عادوا تاني لسيناء وعادوا لمدن القناة، فايه اللي حصل؟ فارتفعت الكثافة السكانية. يبقى احنا كده خلصنا العوامل اللي بتأثر في توزيع السكان. قلنا عوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية موارد مائية، تربة خصبة، مناخ، والتضاريس. أخدنا العوامل البشرية وهو النشاط الاقتصادي وطرق النقل والمواصلات والظروف السياسية والعسكرية. تعال نخش في كثافة السكان. بص يا سيدي، الكثافة السكانية بتوضح علاقة ما بين عدد السكان ومساحة الدولة اللي عايشين فيها. يبقى العلاقة بين عدد سكان الدولة ومساحتها. وقال لك بتنقسم الكثافة السكانية لنوعين من الكثافة، في كثافة عامة وفي كثافة حقيقية أو بيسموها الكثافة الصافية. تمام. قال لي الكثافة العامة هي عدد السكان بالنسبة للمساحة الكلية، يعني بيحسب عدد سكان الدولة على مساحة الدولة. طيب هل ده دقيق؟ لا مش دقيق. ازاي؟ ما انت قلت لي دلوقتي ان السكان في كل محافظة بيختلفوا عن التانية، مفيش محافظات متشابهة في توزيع السكان، مفيش محافظة الكثافة اللي فيها شبه الكثافة اللي في محافظة تانية، كله بيختلف. فانت اما تيجي تطلع لي من هنا رقم ثابت تقول لي مثلا ان كل كيلومتر مربع بيعيش فيه 10، فالكلام ده مش مظبوط. لكن الكثافة الحقيقية هنا بص بتقول لي ايه؟ بيقول لي ان عدد السكان بالنسبة للمساحة المعمورة فعليا. بمعنى قال لي ان بحسب عدد السكان على المساحة المعمورة فعليا، يعني بتجاهل المناطق اللي ما فيهاش سكان. اي منطقة ما فيهاش سكان انا بتجاهلها مش بحسبها، بحسب المناطق اللي فيها سكان بس. فاقدر اقول ان الكثافة الحقيقية او الكثافة الصافية هي احسن وادق من الكثافة العامة. يبقى الكثافة العامة ملهاش اي قيمة. ما تيجي نشوف الكلام ده. بيقول لي الكثافة السكانية عدد السكان مقسوم على الوحدة المساحية اللي بيعيشوا عليها مقاسة بالكيلومترات المربعة او اي وحدات. وبيقول لي توضح الكثافة السكانية العلاقة بين عدد السكان كل دولة والمساحتها زي ما قلنا، وبتنقسم للكثافة العامة ودي عدد السكان بالنسبة للمساحة الكلية. بيقول لي والله مساحة مصر كانت مليون، بيقول لي يعني مثال مليون كيلومتر مربع، عدد سكانها 90 تبعا لتقديرات 2015. فبيقول لي الكثافة العامة نحسب هقول 90 مليون اللي هو عدد سكان مصر على المساحة اللي هي مليون كيلومتر مربع. المساحة الكلية بيديني 90 نسمة لكل كيلومتر مربع، يعني 90 إنسان بيعيش في كل كيلومتر مربع. وقلنا الكلام ده مش حقيقي لأن مفيش محافظة أو منطقة شبه المنطقة اللي جنبيها، كل محافظة التوزيع مش متساوي. قال لي هذا النوع من الكثافة ما بيعكسش التوزيع الحقيقي للسكان، وده عشان في مساحات كتير جدا ما فيهاش سكان غير معمورة ومش مستغلة اقتصاديا، وده جعل المؤشر ده ملوش أي 30 لازمة، يعني ملوش قيمة. اما الكثافه الحقيقيه قال لي عدد السكان بالنسبه للمساحه المعموره فعليا، يعني اللي فيها سكان. الكثافه الحقيقيه لمصر سنه 2012 عدد السكان على المساحه المعموره فعليا 1050 نسمه لكل كيلومتر مربع. قال لي هذا النوع من الكثافه مؤشر حقيقي للكثافه السكانيه، تختلف الكثافه الصافيه من منطقه لاخرى داخل المساحه المعموره فعليا. يبقى احنا كده خلصنا الكثافه السكانيه. في كثافه عامه ملهاش اي قيمه، في كثافه حقيقيه او الكثافه الصافيه. وخلي بالك من القوانين دي، عدد سكان الدوله على مساحه الدوله، لكن الحقيقيه عدد السكان على المساحة المعمورة فعليا. ما تيجي كده نشوف الكثافة السكانية في محافظات مصر. بص يا سيدي انا لهم على السريع، انت المفروض دول تحفظهم، تقعد مع نفسك كده تحفظهم. هنا بس ناخده تعالى محافظات نادرة السكان. دي بتضم محافظة الحدود، محافظات الحدود اللي هي اهي شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الاحمر، الوادي الجديد، محافظة مطروح. ودي محافظات صحراوية شاسعة المساحة بيتركز سكانها في الواحات او مناطق التعدين او المراكز العمرانية المتباعدة على على السواحل. اخر حاجة عندي في الدرس وهو توزيع السكان بين الحضر والريف، يعني بين المدن والريف.
بيقول لي يختلف توزيع السكان وكثافتهم بين الريف والحضر في مصر، حيث يبلغ عدد سكان الحضر نحو 35.7 مليون نسمة، يعني 43% من جملة عدد السكان، ويبلغ عدد سكان الريف 47.3 مليون نسمة، يعني 57% من جملة عدد السكان. والكلام ده كله تحفظ الارقام ديت ما فيهاش شرح، يعني في حاجات بقولها بسرعة تفتح الكتاب وتحفظ تمام، لكن الحاجات اللي بقول شرح بس هي اللي محتاجة شرح هي ايه اللي بشرحها. كده الحمد لله نبقى خلصنا توزيع السكان بالحضر والريف، وكده الحمد لله نبقى خلصنا الدرس الثاني على السريع. يلا بقى نخش على الدرس الثالث ونختم. دلوقتي معانا اخر درس وهو الدرس الثالث واسهل درس تقريبا. بيقول لي بيتكلم عن المشكلات السكانيه والاجتماعيه وسيناريوهات المستقبل. يعني هيتكلم عنك دلوقتي احنا اتكلمنا عن نمو السكان والكثافه السكانيه وكل حاجه بتخص السكان دول لو زادوا بقى وحصل عندي زياده، ايه المشكلات اللي ممكن تحصل بسبب السكان؟ بص يا سيدي، بيقول لي النمو السريع للسكان والذي لا يتناسب مع موارد الدولة. يعني انت عندك زيادة كبيرة في السكان والقدرات بتاعت الدولة قليله او مش عامله حسابها للنمو السريع ده، فبيحصل عندي ايه مشكله سكانيه، وينتج عنه انخفاض المستوى الصحي والتعليمي والاقتصادي وسوء التوزيع الجغرافي. طيب بيقول لي تعاني مصر من مشكله سكانيه نشأت كنتيجه طبيعيه للتزايد السكاني الكبير والسريع. قلنا ان معدل مصر زاد عن المستوى العالمي، معدل الزياده الطبيعيه معدل المواليد. فبيقول لي المشكله السكانيه في مصر نشأت كنتيجه طبيعيه للتزايد السكاني الكبير والسريع اللي بيفوق كل معدلات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، وبيهدد خطط التنميه المستقبليه. يعني ايه؟ مثلا انا هبني مدرسه بعدين، طيب معدل النمو السكاني الزياده زادت بطريقه كبيره، فالزياده ديت عملت عندي مشكله سكانيه، فالمشكله السكانيه ديت هددت الخطط اللي انا كنت بعملها اللي هي خطط التنميه المستقبليه. المشكله السكانيه ديت ليها ابعاد، ما تيجي نشوف ايه هي ابعاد المشكله السكانيه؟ هم 4 ابعاد، يلا بينا نشوفهم. قال لي ان ابعاد المشكله السكانيه لها ابعاد رئيسيه. اول حاجه عندي البعد الاول وهو عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات المتاحه. يعني ايه؟ قال لي يعني معدلات التنميه مش ماشيه مع معدلات الزياده السكانيه. يعني انا ببني مدرسه، لا هم عايزين 2 و3 و4 بسبب الزياده السكانيه. البعد الثاني عندي وهو سوء توزيع السكان. يعني تلاقي في محافظه قلنا فيها تكدس سكاني ومحافظه ما فيهاش سكان خالص، فسوء توزيع السكان ده ادى لايه؟ ادى والله المحافظه اللي فيها سكان كتير دي بقى تزايد العبء والضغط على الخدمات في المدن، ظهر مشكلات جديده زي تدهور المرافق، عندك تلوث البيئه عشان سكان كتير، زحف المباني على الاراضي الزراعيه المحدوده. الناس عايزه تبني وعايزه تعمل بيوت لان الاعداد كبيره، فالاراضي الزراعيه بيبنوا عليها بيوت ودي عليها غرامات يعني، والدوله بتعاقب اللي بيعمل كده. ورابع حاجه انتشار العشوائيات، اعداد كبيره فالناس بيبقى فيه عشوائيات. طيب يعني ايه عشوائيات اصلا؟ انا قلت لك قبل كده في الدرس الاول ان العشوائيات ديت بيكون العدد كبير، ان العشوائيات ديت بتكون في الدول او قصدي المحافظات اللي هي جاذبه للسكان، بيكون في عدد سكان كتير فده بيؤدي الى ظهور العشوائيات. واما نيجي نبص هنا هيقول لي ان العشوائيات دي تجمعات عمرانيه في المدن الكبرى وحولها غير مخططه عمرانيا وتفتقر للخدمات، ما فيهاش خدمات لا صحيه ولا فيها ميه عدله ولا فيها صرف، ما فيهاش خدمات خالص، ولا صرف صحي ولا فيها طرق ولا شروط سكن صحي ولا هواء نظيف ولا حاجه خالص، الدنيا كلها بايظه. يبقى البعد الثاني قلنا سوء توزيع السكان ادى ليه تزايد العبء والضغط على الخدمات في المدن، ظهر عندي مشكلات جديده زي تدهور المرافق، تلوث البيئه، زحف المباني على الاراضي الزراعيه المحدوده، انتشار العشوائيات. البعد الثالث عندي وهو التركيب العمري للسكان. يعني ايه التركيب العمري للسكان؟ يعني الفئات بتاعت السكان. قال لي بص ارتفاع نسبة صغار السن، هو هنا مخصصها ازاي يا عم؟ قال لك والله لو في نسبة كبيرة من صغار السن من سكان مصر صغار سن، فكده انت زاد عندك نسبة الاعالة، كده دي مشكلة سكانية. طب ليه يا عم الاطفال والصغار السن مشكلة سكانية؟ لسه قايلينها برضو في الدروس اللي فاتت ان فئة صغار السن هي فئة مستهلكة، يعني انت عايز توفر لها خدمات وعايز توفر لها تعليم وعايز توفر لها خدمات كتير جدا وما بتجيبش دخل. وقلنا كمان ان اهم فئة عندي وهي فئة قوة الشباب، اللي هي فئة الشباب اللي هي فئة منتصف العمر. بيقول لي هنا حيث ان نسبة كبيرة من سكان مصر حوالي 35% من عدد السكان فئة غير منتجة، ما بتنتجش حاجة، مستهلكة بس، اللي هم صغار السن وفئة الشيخوخة برضو خلي بالكم فئة غير منتجة. بيقول لي فئة صغار السن ديت بتحتاج للعديد من
الخدمات، ومما يؤدي لزياده زياده الاعاله. البعد الرابع عندي يتمثل في ارتفاع نسبه الاميه ومعدلات البطاله والفقر، وبصوره كبيره يعني بطاله وفقر واميه، فدول الاربع ابعاد. تعال ناخدهم على السريع. اول بعد عندي اللي هو عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات المتاحه. البعد الثاني سوء توزيع السكان. البعد الثالث ارتفاع نسبه صغار السن، فبيؤدي الى زياده نسبه الاعاله. ليه؟ لانها فئه غير منتجه، عايز توفر لها خدمات وتعليم وحاجات كتير، وفئه غير منتجه. البعد الرابع وهو ارتفاع نسبه الاميه ومعدلات البطاله والفقر. كده احنا خلصنا ابعاد المشكله السكانيه الاربعه. خدنا البعد الاول والبعد الثاني والبعد الثالث والبعد الرابع. ايه بقى المشكلات المترتبه على المشكله السكانيه؟ يعني دلوقتي انت عندك مشكله سكانيه، تمام؟ ايه المشكلات بقى اللي بتترتب عليها، اللي بتنتج منها؟ تعال اقول لك. قال لك يا سيدي عندك نوعين من المشكلات، في مشكلات اقتصاديه وفي مشكلات اجتماعيه، ودي يعتبر نص الدرس. المشكلات الاقتصاديه زي نقص الغذاء، زي نقص نصيب الفرد من الميه العذبه. المشكلات الاجتماعيه اللي هنقعد نتكلم فيها دلوقتي، وهي ازدحام المدن وظهور العشوائيات، الفقر، الاميه، البطاله، الادمان وتعاطي المخدرات. تعال ناخدوها بالتفصيل ونبدا. اول حاجه في المشكلات الاقتصاديه، يلا بينا ناخد اول حاجه اللي هو نقص الغذاء. قال لك والله تؤدي الزيادة السكانية لزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية خاصة الغذائية، ولا تفي المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية بحاجات السكان. عشان كده هو اتلجأت مصر لاستيراد المحاصيل الغذائية. يعني بيقول لك الزيادة السكانية الكبيرة جدا ديت بسببها بقى في طلب كبير على السلع الاستهلاكية اللي هي الغذائية، ودوت خلى مصر تلجأ لاستيراد المحاصيل الغذائية. تاني حاجة عندي من المشكلات الاقتصادية وهي نقص نصيب الفرد من المية العذبة. بيقول لي يبلغ نصيب الفرد من المية نحو 750 متر مكعب سنويا. استنى بس، وهو أقل من حد الفقر المائي. يعني الدنيا رايحة في داهية. نصيب الفرد بيبلغ 750 متر مكعب سنويا، وهو أقل من حد الفقر المائي. الحد الفقر المائي كام؟ حد الفقر المائي 1000 متر مكعب سنويا. 1000 متر مكعب سنويا، مما يؤثر على كثير من الأنشطة الاقتصادية أهمها الزراعة واستصلاح الأراضي. يعني بيقول لك إن نسبة نصيب الفرد من المية قلت، من المية العذبة قلت، وده أثر بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية. وأهم حاجة الزراعة، عشان الزراعة يعتبر أهم حاجة فيها المية العذبة وجودة اللي هو التربة الخصبة. فأنت لما يبقى عندك نصيب الفرد من المية العذبة يقل، ده هيأثر بصورة كبيرة على الزراعة واستصلاح الاراضي. يبقى احنا كده خلصنا المشكلات الاقتصاديه. تعال نخش بقى في المشكلات الاجتماعيه. بص يا سيدي، المشكلات الاجتماعيه اول حاجه عندي ازدحام المدن وظهور العشوائيات. بص يا سيدي، الزياده السكانيه اللي بتحصل وهجره الناس من الريف للمدن ادى دوت لحصول عندي تضخم حجم المدن وازدحامها الشديد جدا. وده ادى الى والله ادى لاضطراب المدن وتدهورها، انتشار العشوائيات. يعني ايه اضطراب المدن وتدهورها؟ يعني الخدمات، تدهور المرافق، تدهور الخدمات الصحيه، كل حاجه اتدهورت. انتشار العشوائيات، وديت بتمثل مشكله ليها انعكاسات اقتصاديه واجتماعيه وامنيه، تهدد امن واستقرار المجتمع. لان العشوائيات بيكون فيها بلطجيه، بيكون فيها انتشار اوبئه، بيكون فيها بتنتشر فيها حاجات كتيره وحشه جدا بتهدد كل حاجه في المجتمع. قال لك ليها انعكاسات اقتصاديه واجتماعيه وامنيه، بتهدد امن واستقرار المجتمع. تاني حاجه عندي الفقر، ثم الاميه، ثم البطاله. تعال ناخدهم بالترتيب. اول حاجه الفقر. بيقول لك هنا ان في ناس كتير من المصريين بيعانوا من انخفاض مستوى المعيشه، وده خلى ان 40% من عدد السكان تحت مستوى الحد الادنى للمعيشه. تحت مستوى الحد الادنى، يعني اقل مستوى هم تحته بقى. هذا يعني زياده معدلات الفقر. ونروح لثالث حاجه عندي وهي الاميه. الأمية يعني الناس اللي ما بيكتبوش وما اللي بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا. قال لي من أسباب انتشارها في مصر الفقر وانخفاض مستوى المعيشة. طب ليه؟ بسبب إن الناس عايزة تجيب أطفال عشان يساعدوهم في الشغل ويجيبوا دخل ويجيبوا لهم عائد اقتصادي بدل الفقر والقحرات اللي هم قاعدين فيها. فده بيؤدي لوجود لوجود أمية. يبقى أول حاجة، أول سبب من انتشار الأمية في مصر هو الفقر وانخفاض مستوى المعيشة. تاني حاجة استخدام الأطفال
الاطفال كايدي عامله، انت بتستخدمهم عشان يساعدوك في الزراعه، تعلمهم اي حرفه يساعدوك يجيبوا لك دخل برضو. فانت ما بتستخدمهم كايدي عامله مش بتعلمهم، وادام ما علمتهمش فده برضو هيزيد من الاميه. ثالث سبب من انتشار الاميه في مصر هو سوء توزيع الخدمات التعليميه. يعني الخدمات التعليميه مش متوزعه بطريقه صحيحه. يعني ايه؟ يعني حته فيها مدارس، حته ما فيهاش مدارس، وهكذا. ده مين بقى اللي بيساعدنا لو تفتكر فيه؟ التعدادات السكانيه والاحصاءات الحيويه، قلنا بتساعدنا اننا نسد احتياجات السكان. بيقول لي بعد كده تبلغ نسبة الأمية في الفئات أكتر من 10 سنين نحو 25.8%. يعني بيقول لك إن الأمية منتشرة في الفئة أي حد فوق ال10 سنين نحو 25.8%. بيقول لي تاني حاجة تزداد بين الإناث عن الذكور. طب ليه؟ والله أنت لو تفتكر أو أكيد عارف أنت الموضوع دوت، إن يقول لك في الصعيد مفيش تعليم للبنات، البنات ملهمش تعليم، فالأمية بتنتشر اكتر بين الاناث. تالت حاجة بتزداد بين سكان الريف عشان توصل ل27.5%، بينما تقل في المدن لتصل ل20.7%. قلنا ان سكان الريف عايزين يخلوا الاطفال او عيالهم يعني يشتغلوا معاهم في الزراعة، فما يودهمش المدارس، فزادت مشكلة الامية ووصلت ل37.5% في الريف، لكن بتقل في المدن. وصلت لكام في المدن؟ وصلت ل20.7%. هنا بقى بيقول لك الاسباب اللي احنا لسه قايلينها برضو، اللي هو الريف، زادت الاميه في الريف عشان زياده حرفه الزراعه وغيرها من الحرف اللي مش محتاجه تعليم، زي مثلا تعالى اتعلم مثلا في ورشه او في حاجه. تاني حاجه انخفاض مستوى المعيشه، عايز يشغل كل واحد عياله عشان يجيبوا له دخل اقتصادي. قله الخدمات التعليميه، سوء توزيع الخدمات التعليميه اللي احنا لسه قايلينه من شويه. دي كل الحاجات اللي احنا قلناها دي بتساعد في وجود مشكله الاميه. طيب ازاي اواجهها؟ قال لي تعالى يا سيدي، قال لك اول حاجه التوسع في برامج محو الاميه. تاني حاجة تكليف الخريجين بالعمل في هذا المجال بشكل تطوعي قبل الالتحاق بالوظيفة، وده موجود فعلا. بيقول لك مثلا تشتغل سنة ولا حاجة تطوعي كده، هو شبه مثلا الدكاترة، اما بيخلصوا تقريبا بيشتغلوا سنة في المستشفى تقريبا، يعني بشكل تطوعي، اللي هم يعني بيشتغلوا ما بياخدوش عائد، ما بياخدوش فلوس. تالت حاجة عندي انك تطور العملية التعليمية. ما انت لو طورت التعليم عندك وعملت لي مدارس هيكون الأمية ديت هتقل. رابع حاجة عندي وهي البطالة ان يبقى عندك شباب يعني قوة عاملة بس مش لاقية تشتغل. يبقى بيقول لك هي وجود نسبة مؤثرة من الشباب المجتمع خارج قوة العمل، او عدد المتعطلين القادرين على العمل ولا يستفاد منهم في انتاج السلع وايه او الخدمات. قال لي ايه هي اسباب البطالة؟ قال لي بص يا سيدي، اسباب البطالة قصور النمو الاقتصادي عن ملاحقة النمو السكاني. يعني مثلا انت قلت ان السنة الجاية انا هعمل مصنع، المصنع ده هياخد 1000 عامل مثلا، بس انت عندك نمو سكاني مثلا 3000، فانت حصل هنا عندك ايه؟ مشكلة. حصل عندك ايه هنا بقى؟ بطالة. ال2000 الزيادة دول هيقعدوا على القهاوي. تاني سبب ليها قال لي عجز المدخرات المحلية عن تمويل الاستثمارات اللازمة لتوفير ايه؟ فرص عمل. يعني بيقول لك ان عجز الموارد انها تحلك وتقدر توفر لك فرص عمل. عجز الاستثمار، يعني انت ما عندكش اقتصاد كويس عشان تقدر تمول الاستثمارات ديت عشان توفر لهم فرص عمل. عجز الاقتصاد. فهنا بيقول لي بلغ معدل البطالة في مصر 12.5. كل الارقام دي تحفظها، 12.5 من قوة العمل. والله ارقام تافهة. انت عندك لو بتشوف الحاجات اللي بناخدوها في الكلية، يعني مثلا مادة زي السكان ديت، ولا يعني حاجات كتير بناخده كمية ارقام ما تتعدش. فبيقول لي بلغ معدل البطالة في مصر 12.5 من قوة العمل لعام 2012. خلي بالك. يزداد معدل البطالة بين الإناث وتقل بين الذكور. يرتفع معدل البطالة في الحضر أكثر من الريف، أن عندك بتوع الريف بيشتغلوا معظمهم كلهم في يعني الزراعة، عندهم كل واحد يكبر 3 6 7 8 سنين، تعالى يا ابني اشتغل معايا ايه في الأرض. لكن اللي بيواجهوا بطالة أكتر، اللي عندهم بطالة أكتر بتوع الحضر اللي هم المدن. طب ايه هي بقى المقترحات عشان اقدر احل مشكله البطاله ديت؟ قال لي بص يا سيدي، اول حاجه تركز على التعليم المهني والحرف
تختفي في ضوء متطلبات سوق العمل، يعني تجهزهم شبه مثلا دبلوم صناعة بتجهز عندك الشباب لمتطلبات سوق العمل. تاني حاجة توجيه الاستثمار نحو المشروعات اللي بتاخد عدد كبير من العاطلين، يعني تشوف المشروع مثلا عندك مشروع هيشغل 50 وفي مشروع مثلا هيشغل 200، لا فانت توجه الاستثمار نحو المشروع اللي هياخد 200. تالت حاجة تحفيز مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات الصغيرة، يعني الناس اللي عاملة مشروعات صغيرة في البيت تحفز المؤسسات عشان تدعم المشروعات الصغيرة دي. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الفقر والأمية والبطالة. تعال ناخد آخر حاجة وهي الإدمان وتعاطي المخدرات. بص يا سيدي، مشكلة الإدمان وتعاطي المخدرات دي مرتبطة بالبطالة والفقر. ازاي بقى؟ حتى تلاحظ ان في المناطق العشوائيات ديت هتلاقي فيها بتوع المخدرات اللي هم كل واحد واقف له على ناصية. فبيقول لي هنا زادت هذه المشكلة زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث ترتبط بالعديد من الجرائم، تمام، مما يمثل مشكلة حقيقية لازم نواجهها. طب ازاي اواجه المشكله دي؟ قال لك اول حاجه تنشر الوعي بين الشباب عن الاضرار الصحيه والاجتماعيه لتعاطي المخدرات. يعني تقول له والله بص، ده دماغك هتتلحس وهتروح في داهيه، ولو اتقفشت ورحت دخلت السجن خلاص مستقبلك ضاع وحياتك هتتدمر، وبص وتسود له الدنيا قدام وشه. تاني حاجه تفعيل قوانين تجريم جلب المخدرات والاتجار بها وتعاطيها، وديت متفعله الحمد لله. يبقى يعني اللي هو تشوف حد مثلا مخدرات بيقفشوه. تالت حاجه محاربه الأمية والجهل وكذلك الاعتقادات الخطأ عن المخدرات، اللي هو يقول لك يا عم ده تخليك تنسى وتخليك تعمل دماغ والحاجات اللي بنسمعها ديت، فتحارب ده. طب هم ليه بيقولوا كده؟ هم عندهم أمية، عندهم جهل، ناس اعتقاداتهم رايحة في داهية، فلازم تحارب الأمية والجهل والاعتقادات الخطأ عن المخدرات. رابع حاجة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب. لما التنمية الاقتصادية يكون عندي فرص عمل للشباب، الشباب أصلا مش هتكون فاضية، فاللي بيؤدي لوجود مشكلة الإدمان وتعاطي المخدرات هو قلنا البطالة والفقر. بيقول لك هنا من المفاهيم الغلط اللي عند الطلاب إن المخدرات والمنبهات ديت بتساعد على التركيز والتحصيل، بس المفهوم ده بيقول لك انه غلط. ليه؟ عشان هي بتزيد قدرة الشخص على السهر، لكن بتدمر له الجهاز العصبي وبتفقده القدرة على التركيز بشكل طبيعي، يعني حياته كلها كل أجهزة جسمه بتتدمر. احنا اتكلمنا كده عن المشكلات الاقتصادية وقلنا نقص الغذاء ونقص نصيب الفرد من المياه العذبة، والمشكلات الاجتماعية وقلنا ازدحام المدن وظهور العشوائيات، الفقر، الأمية، البطالة، الإدمان وتعاطي المخدرات. طيب تعالى دلوقتي ناخد ايه هي المقترحات لحل المشكلة السكانية. ازاي اقدر احل المشكلة السكانية دي؟ للتغلب على المشكلة السكانية واثارها الاقتصادية والاجتماعية لابد من اول حاجة عندي ايه؟ تمشي في اتجاهين. اول حاجة تنظيم الاسرة عشان تخفض معدل النمو السكاني في الزيادة الطبيعية. ما هو احنا قلنا النمو السكاني بيبقى بيسبب مشكلة سكانية، فانت اول حاجة تعملها تسعى لتنظيم الاسرة عشان تخفض معدل النمو ده. والتنمية الاقتصادية لسه كنا متكلمين عن المشكلات الاقتصادية. تاني حاجة بيقول لي تركيز السياسة الشاملة على مواجهة الأبعاد الأربعة للمشكلات السكانية اللي احنا برضو لسه قايلينهم، يبقى تركز على مواجهة الأبعاد ديت. طيب تعال نعرف ايه الحلول المقترحة عشان اقدر احل المشكلة دي. تعالى اول حاجة بيقول لي ايه؟ التوسع في مجالات التنمية الإقليمية لمناطق بعيدة عن التركز والازدحام السكاني زي الواحات وشبه جزيرة سيناء والساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر، مع وضع برامج تنموية شاملة. دلوقتي انت عندك مشكلة سكانية وعندك ازدحام، خلاص شوف في المناطق اللي هي ما فيهاش ازدحام وتوسع فيها واعمل برامج تنمية فيها وزود لها خدمات، هتلاقي الناس هتسيب المناطق اللي فيها ازدحام وهتروح لها، وبكده تبقى اتخلصت من مشكلة الازدحام السكاني. تاني حاجة عندي البحث عن مصادر جديدة للمية وتحسن وسائل الري وتحديثها. تشوف مصادر جديدة للمية، مش لازم مية من نهر النيل، تستغل عندك اي مصدر مية، الابار، العيون، مية الامطار، مية البحار، الصرف الصحي ممكن تستخدمها، اعادة تدوير. يبقى قلنا البحث عن مصادر جديدة للمية وتحسين وسائل الري وتحديثها، والتوسع في استصلاح الاراضي الزراعية عشان تسد الفجوة الغذائية اللي عندك، وبزيادة الانتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. طب انا هسد الفجوة الغذائية ازاي؟ قال لك والله لما تزود الانتاج الزراعي بتاعك وتقلل الاعتماد على الاستيراد. ثالث حاجة عندي
عندي تطوير التعليم خاصة الفني اللي هو تعليم الدبلومات يعني. قال لي عشان توفر الكفاءات اللازمة لتطوير الصناعة. رابع حاجة قال لي تحسن العلاقات الخارجية مع الدول الخاصة العربية اللي بتضم ملايين العاملين المصريين عشان ما يرجعهمش تاني، وعشان كمان يعاملوهم معاملة كويسة. خامس حاجة اتباع برامج فعالة للتنمية البشرية. في ايه وايه؟ قال لك في محو الأمية، تمام، ما يكونش فيه عندك محو أمية، والتعليم والصحة، الناس تتعلم ويكون الصحة كويسة، في مستشفيات فيه وفيه اللي مردودها المباشر على السكان. يبقى تهتم بالبرامج الفعالة للتنمية البشرية. هنا بقى يا سيدي الختام، هلملك عناوين كل درس في خريطة ذهنية بحيث انك تاخدها سكرين شوت وتذاكرها في اي وقت وتفتكر بكل سهولة. اول درس عندي وهو النمو وتركيب السكان في مصر. اتكلمنا عن مصادر البيانات السكانية، وقلنا ان عندي تعدادات سكانية وعندي احصاءات حيوية. بعد كده دخلنا في النمو السكاني، بعد كده اخدنا اسباب زيادة عدد السكان اللي هو النمو السكاني في مصر، وقلنا ان عندي زيادة طبيعية وزيادة غير طبيعية. وقلنا زيادة طبيعية يعني معدل مواليد، معدل الوفيات، واخدنا ده قانون وده قانون وازاي اجيب معدل الزيادة الطبيعية. وكمان الزيادة غير طبيعية قلنا يعني الهجرة، وقلنا عندي نوعين من الهجرة، في هجرة داخلية اللي هي داخل الحدود، وفي هجرة خارجية اللي بتخرج بره حدود الدولة. واتكلمنا كمان قلنا ان عندي عوامل جذب وعوامل طرد. عوامل جذب بتجذب السكان، وعوامل طرد بتطرد السكان. واتكلمنا عن المحافظات الجاذبة والمحافظات الطاردة للسكان. بعد كده اخدنا التركيب السكاني، وقلنا عندي 3 انواع: التركيب النوعي من حيث النوع يعني ذكر او انثى، والتركيب العمري وقسمنا فئات العمر ل3: صغار السن، فئة الشباب، فئة الشيخوخة. واخر حاجة التركيب الاقتصادي، قلنا من حيث الانشطة الاقتصادية والحالة التعليمية. تاني درس عندي وهو توزيع السكان والكثافة السكانية في مصر. اتكلمنا أول حاجة عن العوامل اللي بتأثر في توزيع السكان. قلنا إن عندي عوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية هي الموارد المائية والتربة الخصبة والمناخ والتضاريس، والعوامل البشرية النشاط الاقتصادي وطرق النقل والمواصلات والظروف السياسية والعسكرية. وبعد كده اتكلمنا عن الكثافة السكانية، وقلنا إن عندي كثافة عامة وعندي كثافة حقيقية اللي هي الكثافة الصافية. بعد كده اتكلمنا عن الكثافة السكانية في محافظات مصر. بعد كده اتكلمنا في توزيع السكان بين الحضر والريف. تالت درس عندي وهو آخر درس بعنوان المشكلات السكانية والاجتماعية وسيناريوهات المستقبل. اتكلمنا أول حاجة فيه عن المشكلة السكانية، بعد كده دخلنا في أبعاد المشكلة السكانية وكان عندي 4 أبعاد. بعد كده عندي المشكلات المترتبة على المشكلة السكانية، وكان عندي مشكلات اقتصادية ومشكلات اجتماعية. المشكلات الاقتصادية كان عندي نقص الغذاء ونقص نصيب الفرد من المية العذبة، لكن المشكلات الاجتماعية كان ازدحام المدن وظهور العشوائيات، الفقر، الأمية، البطالة، الإدمان وتعاطي المخدرات. بعد كده دخلنا في مقترحات لحل المشكلة السكانية، وكان عندي 5 مقترحات. وبكده الحمد لله نكون انهينا الوحدة الثالثة شرح بنجاح. ان شاء الله الفترة الجاية هينزل المنهج بتاع اولى الثانوي وتانية الثانوي درس بدرس، وهيبقى فيه مراجعات وهيبقى فيه حاجات كتير جدا ان شاء الله. وهتلاقوا في الوصف جروب التليجرام، يا ريت الكل ينضم عشان تشوف كل جديد، والجروب ده بيكون فيه دردشة لو عندك اي سؤال في اي وقت. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك وتعمل سبسكرايب في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.